في ناس كانت ضحكتها بتسبقها، كانت تدخل المكان فتغير طاقته. وجودها لوحده كان يديك إحساس بالحياة والحيوية والتفاؤل والنشاط والشغف. وبعد كام سنة تلاقي نفس الشخص بقى ساكت، ضحكته قلت، روحه بقت مطفية، ملامحه بقت تقيلة وجادة. مش دايما لأنه اتغير من جواه، بس ساعات الوجع الكتير بيغير الروح. الروح بتتعب يا جماعة لما بتفضل في المكان الغلط ومع الشخص الغلط، بتطفي كل يوم. بس خلينا نكون منصفين، مش كل حاجة وأسهل حاجة إننا نقول أصل هو طفاني وخلاص، لأن جزء مننا لازم يرجع يمسك المفتاح. الفرفشة مش معناها إنك تضحك طول الوقت أو إنك تمثل إنك مبسوط وإن الحياة جميلة وهي مش كده. الفرفشة الحقيقية إنك ما تديش للحزن أكبر من حجمه. الفرفشة الحقيقية انك ما تقلقش النعم، شوف نعم ربنا حواليك في كل تفصيل. في ناس عندها موهبة غريبة، اي مشكلة صغيرة تحولها لقضية رأي عام. يحصل موقف بسيط تفتح تحية، امتى وفين وليه وازاي، وتجيب ملف من ايام الحملة الفرنسية. ودي حاجة فينا احنا الستات تحديدا. يا جماعة احنا مش في النيابة، احنا عايشين يومين، خلينا نعيشهم اخف شوية. وفي ناس يا ساتر لابسه نضاره سودا طول الوقت، ما بتعرفش تشوف غير النواقص. لو جبت لها ورده تقول لك ليه مش شوكولاته، لو جبت شوكولاته تقول لك وليه مش خروجه، لو خرجتها ليه اتاخرنا. كلامي مش معناه برضو ان انا بقول لك نتجاهل المشاكل او نقول الحمد لله وخلاص، لان بالمناسبه الرضا في المطلق احيانا بيخسر. حتى الرضا بجد والله يمكن تستغربوا، بس فعلا حتى الرضا لازم يبقى بمقدار. لو زاد عن حده هيتقلب ضدك، لأن في طرف تاني خد إنك راضي وساكت ومالكش متطلبات فاعتاده بقى. ومعنى كده كمان إن نفتكر إن في حاجات حلوة برضو تستحق نشوفها، لأن البيت اللي كل كلامه طلبات ومشاكل ومحاسبة بيتحول لمكان ضغط مش مكان راحة. خلي في ضحكة، موقف تفتكروه تضحكوا عليه، أغنية ترقصوا عليها في المطبخ، حاجة صغيرة تقول إحنا لسه عايشين، سفرية، فسحة، أي حاجة بسيطة. حتى لو أبسط من كده عشان محدش يمسكها عليا ويقول لي مش حاسين بالدنيا والناس تجيب منين ومش لاقية. لا، في أسرة بتقعد على طبق ترمس ولا شوية لب، بس القعدة والجو العام وبتبقى سعيدة ومبسوطة والله. مش يعني مش ده معنى كلامي ولا لازم البذخ والصرف. بس في نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها، ما تحاولش تبقى مصدر حياة لشخص هو رافض يساعد نفسه. ما تبقاش طول الوقت المنقذ والطبيب النفسي والشخص اللي بيحاول يصلح كل حاجة. حافظ على النسخة الحلوة منك. قبل ما تكون زوج أو زوجة، أب أو أم، أنت إنسان عنده روح وأحلام وحاجات بتحبه. ما ينفعش نطلب من وردة تفتح وإحنا كل يوم بنقطع منها ورقة. في ناس بتدخل علاقة وهي مليانة حياة، وبسبب النقد المستمر والتقليل والإهمال بتبدأ تطفي. لكن مهما حصل حافظ على روح الطفل اللي جواك، الجزء اللي بيضحك ويفرح ويتحمس للحاجات الصغيرة. ومش معنى الكلام إنك تستحمل أي حاجة، لا، اعمل حدود. اعمل حدود تحمي روحك. الفرفشة مش شخصية بتلبسها عشان ترضي حد، الفرفشة روح. والروح لما تتحب وتتقدر وتتحط في المكان الصح ومع شخص الصح بتطلع أجمل ما فيها. وفي النهاية اسأل نفسك آخر مرة ضحكت من قلبك امتى؟ لو الإجابة كانت من زمان، مش محتاج تغير شخصيتك، لكن محتاج تراجع نفسك. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.